الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبرنامج كانوا معذرني بلغوا عني ولو آية حلقة سكوات برنامج كمان توحي نكوك هذا دي دونا وجدد الله ورى إنسانك وما حيوجد هدفك إنسانك الله أوري والله سبحانه وتعالى وأوري لولا كي أوقات كابد أذنا وقلي لولا كصديق وكقولي يصير مثل كقصارون محاول بين دون أذنا جاي يوضم بيسو وحين كوب بنا وما حيوجد الله أوري إنسانك إنسانك الله ما أورين إنه عنا عبده سيحده صعده سيدي بهايمت الله ما أورين إنسانك الله سبحانه وتعالى هو كرامي أو كفض لي وحيالا بضن وأوري وكفض لي ربي وحو لي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وحدوا مليسانين أن إذن أورنا عيار إيه دل إن إذن كان نصل لمن دون حقان إنسان كوحى الله وحويان وإن الله سبحانه وتعالى عبده عبادة يا إنسان الله أوري ربي وحو لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أور الإنس الجن إلا إني أنا عبدان مويه وحكى الأمة أورين أي ليه ربي سبحانه وتعالى هذا هو وأين أتقرتد يوم الله سبحانه وتعالى وورئه إن أسجع عبودي إن كليس عبودي عبادي سنة سنحول لو ذا الجنين عباده وحويان وما يعقود كل سنة وحى الله سبحانه وتعالى وجعله إيه وراه إيه فعل سمو قطي سقر صن لبضه هذا هو ولال هذا إنسان كيداوني إيه أنيق كلها الله يوم وإن أنقرنا يوم الله سبحانه وتعالى ونأوري واه عبادتي سيئنا الله سبحانه وتعالى هالي قليل لولاً كيو أصلا أبد الإنسان قبل ولولاً كسر بلوضي مركب بيابوري نبي آدم عليه السلام لما تكيدون وإسرافيل رسول كيريا ولولاً ودحيا إنسان كي الشياطين تا حتى بولا وحيث يتم مدن قاب كي يحكي أيو لولاً كنو بلوضي يقول حوار على ريادنا وقورنا مركب بيابوري نبي آدم عليه السلام وروح ذكوا أفوفي أي وحوا أمر ملايكتين وسجود النبي آدم وحنو كنت شري ملايكتين ابنين حيوانين كاسو وقتك كهراها ليه ملايكتي كنت شري آديا نوع عبادي سواتي ربضان وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس روحوا يروحا وأمرنا ملايكتين وسجود النبي آدم ويود السجود إلا إبليس مويه اسكو موسى كانين وديد السجود القرآن بس إلهي هرتي سايو وبلن قال إنه باديين يولمن إنسان كله إلا دومها إلهي إن فرسيته مويه إذا ربي وحو كسو دجيي جندا wuxuu ku yiri ibliisow dushaada waxa ah lacnadayda maalinta marka xaqiiqdii adigu iyo waxa ku raacaa dhamaantii waxaan idinka buuxinayaa naarta jahannama walaal sida ay ku bilaabatay loolankii uu cuslaa abid insan qabo ilaahay subhanahu wa ta'ala balan buu qaaday ibliisna balan buu qaaday rabbi in badan ayuu nooga digay shaydaanka iyo shartiisa usul isdaba jooga ayuu rabbi u soo diray aadamaha ususaas uu sheegaysa una cadaynaysa qaabka iyo habka ay ugu guulaysan lahaayeen ibliis iyo shartiisa rabbi soo noo caqli celinaya noona sheegaya khatartaan ku jirna buu quraanka ku yiri ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون يبهانتي وحبالي وحلمي شيطان حقنا إن بدنا ذيك نقترسن ميدنا هين كو وحكسي وفكريا الله أكبر يسوى ربنا قد جاي إبليس يشرتيسا أي ربي وحنا نوعدي إبليس يعيد مجيسو أي كيت كودا يدقرت كودا أي آديا ضعيف وتحي ربي ما كان وحو كل القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا دقرت الشيطان كحقيقة هانتي ومن آديا ضعيف
وكان رسولك يا الله كوراني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر وما أركان ديقو مرة الشياطين تتو إلا تبك لا يمر دون ولا عبسيدا أي كعب سنيان شياطين عمر ما هين وهامين حقوي بل سوحا يا حي إن وهامت كو أدق دين تي حقا يوحول بوناكسن هذا بولا على المحل ودي ديانكنا إنه أريمح الله إمام haddii aad garatid hadafka iyo ujeedka lagu abuuray awaamirta allahna aad fulisid wuxuu allah kaa reebayna aad ka reebtoonaatid oo ka hartid naftaada iyo shaydaanna aad ka adkaatid qofkaasi wuu liibaanay oo wuu guulaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفك كعب صدور الساق ربه نفتنا وحي جعشها يكرب وحاهوي وقفك أسي الجنة بمعنى جنة يقلي توناوي أما هديات قروي إذا وجدك لغو أبوري أوامرت الله نعد فلم ويدو wuxuu ilaahay kaa reebayna aad ka hari weydo naftaada iyo shaydaan iyo hawadaadana aad iska daba socoto hoog iyo khasaaro baad ku sugan tahay waad hoogtay oo waad khasaartay fa amaa man tagaa wa aatara alxayaata addunyaa fa ina aljaxiima hiya alma'wa qofkii kibra ee xadgudba nolosha aakharana tan adduun ka doorta waxaa hoygiisa ah naarta jaxiima ayuu geli doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa jannadiisa cadaabkiisana waan ka magangelaynaa intaa waxaa noogu dhan xalqadii koowaad ee barnaamijka balliqu cannii walow aaya intaan xalqada labaad ee barnaamijka ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu